ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الفرق ما بين ألمانيا وما بين النمسا بالنسبة للطلاب. هنتكلم عن اول حاجة ألمانيا بتحتاج كشف حساب بنكي مغلق ب11,200 يورو. يعني مفروض انت تبعت فلوسك لبنك في ألمانيا تعمل كشف حساب مغلق ب11,200. بالنسبة للنمسا انت بتعمل كشف حساب بس مش مغلق. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تقدر تعمله وانت في بلدك عادي، تكون الفلوس برضو محطوطة في البلد. لو انت في مصر او في اي مكان تقدر انت تحط الفلوس بتاعتك في بلدك عادي من غير ما تبعت الفلوس لألمانيا. وانا الصراحة شايف ان دي ميزة كبيرة، ودي كانت برضو مشكلة بالنسبة لي اللي انا ابعت فلوس لألمانيا. بس هنا في النمسا بيكون فيه الفلوس بتختلف. يعني لو انت سنك اقل من 24 سنة بتبقى تعمل كشف حساب ب8,000 يورو. لو انت سنك اكبر من 24 سنة تبقى كشف الحساب ب15,000 يورو. دي اول حاجة. تاني حاجة هنتكلم فيها عن اللغة. النمسا بتحتاج اتسفاي، ده المستوى التاني من اللغة الألمانية. وألمانيا بتحتاج B1، ده بتديك قبول مشروط، بس هي بتحتاج B2 عشان تقدر ان انت تدخل جامعة على طول. تالت حاجة هنتكلم فيها عن الشغل. النمسا بتديك 20 ساعة في الأسبوع تقدر اللي انت تشتغل في يوم، ده بالنسبة لانت كطالب. ألمانيا بتديك 120 يوم في السنة. طبعا المرتبات بتختلف ما بين النمسا وما بين ألمانيا، بس هي بتكون في حدود من 800 ل1000، ده لو انت شغال 20 ساعة في الأسبوع. طبعا لو تتكلم عن الشغل، برضو الشغل بيختلف ما بين ألمانيا وبين النمسا، بس الشغل الطلاب عموما زي بعضه. يعني انت هتشتغل هنا في مطعم، هتشتغل في كافيه، هتشتغل توصيل، هتشتغل في التنظيف، اي حاجة تشتغلها مش هتفرق. اهم حاجة اللي انت تغطي مصاريفك. انا بالنسبة لي اول ما جيت هنا اي حاجة اشتغلها بس عشان ما احتاجش فلوس من اهلي. يعني انا شايف اللي هو اول ما تيجي هنا عادي ممكن تكون عامل حسابك في اول 3 شهور مش هتلاقي شغل، بس ان شاء الله تلاقي. بس بعد كده تقدر اللي انت تكفي مصاريفك بنفسك. لو انت مثلا جاي معاك 1000 يورو، جاي معاك ب2000، فتقدر ان انت تكمل وتمشي دنيتك عادي، تكون واخد بالك اللي انت تدفع ايجارك اكلك وشربك، وتقدر اللي انت تحوش منهم، مفيش اي مشكلة. كده يبقى احنا اتكلمنا على المميزات والفرق ما بين النمسا والفرق ما بين ألمانيا. فانت طبعا شوف اللي بالنسبة لك احسن. في بالنسبة لي انا النمسا احسن عشان عندي مشكلة في كشف الحساب البنك مغلق. في ناس تانية بالنسبة لها ألمانيا أحسن لمميزات تانية، ممكن فرص تانية أكتر. ناس شايفة أن ألمانيا كبيرة والفرص أكتر من النمسا بلد صغيرة. فأنت شوف إيه اللي يناسبك. طيب دلوقتي احنا كده اتكلمنا على الفرق ما بين ألمانيا والنمسا. دلوقتي هقولك ازاي تقدم على جامعة إنسبروك بكل سهولة، من غير ما تحتاج لأي حد ومن غير ما تحتاج لأي مكتب يضحك أو ينصب عليك. فتعالوا معايا خطوة بخطوة ونشوف هنقدم ازاي. أول حاجة يا شباب تفتح موقع الجامعة يونيفرسيتي إنسبروك، هيفتح لك الصفحة دي. بعد كده تقدر انت تختار عايز ادرس بكالوريوس، ادرس دبلوم، ادرس ماستر، ادرس تدريب، ادرس دكتوراه. بعد كده تختار تدرس بالالماني ولا تدرس بالانجليزي. بعد كده تختار الكلية، فتختار التخصص. انا هنا اخترت بكالوريوس بالالماني، فهو جاب لي كل انواع البكالوريوس اللي موجود في جامعة انسبروك، تقدر انت تختار منهم. على سبيل المثال اختار انفورماتيك. بعد كده اضغط على اونلاين بليربل. بعد كده اضغط على اول واحدة. بعد كده اضغط على كلمة فايتا، هيفتح لي صفحة تقدر انت تكتب فيها بياناتك، رقم باسبور، تكتب الكلية اللي انت عايز تقدم عليها. بعد كده ترفع شهادة الثانوية العامة لو انت مقدم على البكالوريوس، وشهادة الاتسفاي لو انت مقدم على ماستر. هترفع شهادة الجامعة البكالوريوس وبيان الدرجات وشهادة اللغة الاتسفاي. بعد كده تقدر اللي انت تضغط على سبميت. بعد كده يبقى انت قدمت ومفيش اي مشكلة. يبقى انا كده قلت لك على طريقة التقديم على جامعة انسبروك.
لو انت احتجت حاجة اكتبلي في الكومنتات. التقديم سهل جدا، والجامعة جامعة إنسبروك جامعة كويسة جدا، تقدر انت تحصل منها على قبول. لو انت طبعا تدرس بالألماني تبقى القبول أسهل شوية، لو هتقدم بالإنجليزي فالفرصة بتبقى أصعب شوية، لأن بيختاروا والناس اللي تكون متقدمة بالإنجليزي طبعا ناس كتير جدا، فانت بالألماني بتبقى معاك ميزة كويسة اللي انت يجيلك قبول من جامعة إنسبروك بسرعة. فكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو احتجت اي حاجة تاني ممكن تكتبلي في الكومنت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. لو احتجت اي حاجة اكتبلي في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تشوس.